عسلامة عسلامة، مرحبا بكم الناس الكل. إن شاء الله يا رب تكونوا في أحسن الأحوال وتكونوا في خير ونعمة. رجعت لكم في فيديو جديد ودبارة جديدة. دبارة اليوم إن شاء الله باش نحضروا اللحم بالكليل، بما أنه عيد الأضحى إن شاء الله على الأبواب. هذاك علاش حبيت نبارتاجي معاكم الغوسات هذية. فما برشا ناس يحبوا الغوسات متاع اللحم بالكليل، وفما اللي ما يعرفش الروسات كيفاش تجي. اليوم هاوكا باش نوريكم الطريقة متاعي اللي هي ناجحة 100%. نعرف كل واحد وطريقته، كل واحد وفحاته. دونك اليوم باش نبارتاجي معاكم الطريقة اللي جربتها أنا وجات بنينة برشا، وهذاك علاش حبيت نبارتاجيها معاكم. بطبيعة اللحم بالكليل تنجم تقدمه يعني مع أي حاجة تحبها، مثلا كيف سلطة خضراء، سلطة مشوية. أنا لهنا جوست حضرت معاها شوية فريت، وقلت معاها قرينات فلفل أكاهو. نمشي لكوجينتنا ونشوفوا طريقة التحضير متاع الغوسات متاعنا. بالنسبة للمكونات والفحات هكا كل شيء حضرته اليوم باش هكاكا ما نطولش عليكم الفيديو برشا وما نكثروش برشا معون زادة. حضرت كل شيء من قبل في الطنجرة كيما تشوفوا لهنا. حضرت طريفات مزيانين متاع علوش هكا بالشحم متاعهم. دونك مانيش باش نحطوا برشا زيت على خاطر ديجا شحم هذاك من بعد يذوب ويعمل لنا ديجا الزيت يعني في الطبق متاعنا يوم بلس يبنن بالكدا. انا ديما نختارهم هكاكا فيهم شويه شحم تجينا بعد اللحمه طريه وبنينه. قصيت لهنا راس متاع ثوم كما تشوفوا هكا، قصيتو طريفات صغيرين، وقصيت زوز ريوس متاع بصل هذوك باش يعملوا لنا التختوخ من بعد ويبنوا لنا كيف كيف الطبق متاع اللحم اللي يعني متاعنا. لهنا وريقه متاع رند، وعندي زاده كيف كيف زوز عرف متاع كليل اخضر زاده كيف كيف يبنن بالكدا. اللي ما عندوش نجم تستعمل حتى الكليل الشايح اذا كان عندك. انا اليوم باش نستعملها الزوز خاطر الزوز متوفرين عندي. باش نحضروا زاده كيف كيف في الكوكوت كيما شفتوا هيك، يعني ميم با نص ساعه يكون البلا متاعنا حاضر وتكون اللحم ذايب ما شاء الله. نشوفوا بالنسبه الفحات لهنا عندي مغرفه متاع هريسه عربي، مغرفه متاع كليلو زعتر مشيحين، مغرفه متاع تابل وكرويه، مغرفه فلفل احمر مهروش، ومغرفه كركم، وفي الوسط هذيك مغرفه متاع ملح. راهو ما تشوفوهاش هكاكا برشا تبان لكم برشا لخاطر نعاود نكرر مره اخرى كيما ذكرت في الفيديوهات الفارتين متاعي اللي الملح متاع فرنسا راهو يملحش، دونك الكونتيتي تبان لكم كبيره، اما راهو الملح متاعها يجي بالضبط وبطبيعه حسب الذوق. من بعد توا نتعديو لطريقه التحضير اللي هي سهله وما فماش ما اسهل منها. بون هنا باش نحط الزيت هاكا، باش الزيت اخترت باش نحطه معاكم، مانيش باش نكثر برشا كيما قلت لكم خاطر ديجا اللحم فيه الشحم. وباش نحط الفحات اللي ذكرناهم مع بعضنا. بالنسبه للفحات كل واحد يحط الفحات اللي يحبها. انا شخصيا مستنسه نستعمل الفحات هذوما ويجيني اللحم بنين ما شاء الله بالحق. نودكم ولا نشهيكم جوست جربوها الروسات وتفكروني. بعد ما حطيت المكونات الكل مع بعضها تو باش نحطهم على النار ونحمرهم بشويه بشويه حتى اللحم ياخذ اللون ويشرب الفاح هذاك الكل. وبعد نزيدوا شويه ماء، نسكر الكوكوت نتاعي ونخليها تطيب على روحها. واذا عندك ليغون تنجم هكاك تخلطها مليح مليح. انا الحقيقه اليوم ما عنديش ليغون، ما استعملتهاش خاطر سينو كيما تعرفوا اللي الكركم يصبغ برشا في اليد وما يتنحاش يعني فاسيلمون. بعد هذاك علاش هكا باش نحاول بالمغرفه هكا نخلط وندخل يعني الفحات في اللحم. اما اذا كان عندك ديغون تكون اسهل لك العمليه باش هكاك تفرق يعني بالكدا الفحات ويدخلوا في اللحم مليح. نجم زادة فما فكرة أخرى، تنجم زادة تفوح اللحم على بكري وتخليه يرتاح لمدة نص ساعة ساعتين. نجم حتى تحضره في الليل وتحطه في الفريجيدير ولوندوما يعني تطيبه. أنا لهنا بيسك جاتني الفكرة على سخانتها أو كحطيت باش نحضر كل شيء مع بعضه. أما هذا راهو ما ينفيش اللي زادة البنة باش تكون موجودة بإذن الله. هاوكا كيما شفتوا بالمغرفة حركتهم المكونات بالكدا بالكدا كيما نشوفوا اللحم هاوكا خذا الفحات مليح. تو باش نخليه يتحمر وبعد جوست نمرق اكاهو ونسكر الكوكوت متاعي حتى لليتيب. من بعد بون اختياري هذاك باش نحطهم في بلاطو ونحطهم في الفور يتحمروا شويه ويكون البلا متاعنا حاضر. فوالا هذه هي المراحل اللي حكيت لكم عليها من الاول في اول الفيديو. كما شفتوا البصل هاوكا بريسك ذاب، اللحم خذا اللون بيان، الريحه ما شاء الله نودكم ولا نشهيكم تبارك الله. لهنا ما بقى لي كان نزيدو جوست
الماء دو بريفيرونس يكون ماء سخون، ونغطي عليه الكوكوط. اما يظهر لي ماهوش باش ياخذ نص ساعه، يظهر لي باش ياخذ ربع ساعه هكا هو، على خاطر ديجا اللحم تاع علوش حليب يعني طري على الاخر ما شاء الله. فوالا توا نغطي الكوكوط نتاعي ونخلي الفطور يطيب على فوالا اللحم هاكا حضر صايي بالكليل ما شاء الله. الريحه نودكم ولا نشهيكم. ديجا تنجموا تقدموه كيما هكا يعني كيما حضرتو هكايا، والتختوخ هذاك نتاعو تنجموا تسمتوا له روز يعني تخلطوه بيه وتحطوا معاه اللحم هذاك من فوق تزينوا بيه. كيما تنجموا تحضروا معاه سليطه خضراء، سليطه مشويه، فريت. انتوما وشنو تحبوا تحضروا معاه. انا اليوم ان شاء الله باش نحضر معاه جوست فريت وقرينات فلفل مقليين هكا هو. وباش نحط اللحم هذايا في وسط بلاتو، وباش نحطو جوست يتحمر شويه من فوق في الفور، تشعلوا له جوست من فوق هكا هو، خاطر ديجا طايب هو اللحم راه جوست باش يتحمر هكا هو. كيما قلت لكم هذه راهي طريقه يعني اختياريه، تنجموا تقدموه هكاك ديريكت، مي انا الحقيقه نفضل نحطه في الفور يتحمر شويه من فوق يكون ازين وابن. اي فوالا اللحم سايي كمل تحمر في الفور. حضرت الفريت سايي وقرينات فلفل سليطه خضراء، تو ما بقالي كان نقدمهم. وان شاء الله تجربوها الروسات وصحه وبشفاء لكم الناس الكل. اما بالحق ريحه وبنه ما شاء الله نودكم ونشهيكم. وهذه هي النتيجة، وهذا هو إصحين متاع اللحم بالكليل متاعنا اللي حضرناه مع بعضنا اليوم. كما شفتوا طريقة سهلة وبسيطة ما فيها حتى شيء، والفحات كما ذكرت نورمالمون متوفرين في كل دار. بالحق يجيكم بنة 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 نودكم ولا نشهيكم. جست جربوا الروسات وتفكروني، وما تنساوش تشجعوني بجيم كومنتير وتشتركوا في القناة بالنسبة للجماعة اللي مازالوا ما اشتركوش. وان شاء الله يا ربي في روسات جديده وبنه جديده. وتو ما بقالي كان نقولكم بسلامه.